والله الواحد مش عارف يلاحق على ايه ولا ايه ولا ايه من كتر الفضايح والكوارث اللي شايفينها من اداره الزمالك. اداره الزمالك دي زي ما قلت وهفضل اقول هي بتاعت بوم طخ. هي بتاعت بيانات تلقيح، هي بتعمل بيانات عشان تلقح اكبر قلعه في مصر، واكبر مش عارف ايه في مصر، واكبر بالونه في مصر، واحنا عندنا افضل لعيبه في مصر وافريقيا، واحنا كلام واداره محترفه. بكره تشوفوا الزمالك يبقى عامل ازاي، واحنا بنتعامل باحتراف، ويقعد يلقح على التحكيم ومش عارف ايه. اي كلام، اي بوم طخ، لانه هو عارف هو بيخاطب عقليه مين من بعض جمهور الزمالك، هو اللي هو العقليه اللي هم بيحبوا يسمعوا الكلام ده. لكن تيجي على ارض الواقع وتيجي تبص اداره الزمالك شغلها عامل ازاي، هتلاقي كوارث وهتلاقي فضايح. زي مثلا مشلاك دلوقتي مين اللي جاب اللاعب ده؟ اللاعب كونراد مشلاك، اللاعب ده اللي جابه اداره الزمالك الحاليه، وخاصه هو احمد سليمان، جابه من فريق احد السعودي. وانت هتدفع مرتبه يا احمد يا سليمان او يا نادي الزمالك. فتلاقي دلوقتي الزمالك يقول لك انا مش عايز ادفع له فلوس، او تنازل يا عم عنها ونبقى نديها لك اقساط. اللاعب بقى من حقه ياخد فلوسه، ياخد بقى فلوسه اقساط، ما ياخدش فلوسه اقساط، ياخدها من الاتحاد ايا كان، هو كده كده لازم ياخد فلوسه. لو انت عايز تمشيه بكل احترام، انك تمشيه واديله فلوسه. طب انت معكش فلوسه، يبقى استحمل بقى يا معلم، يبقى خليه كده جنبك. طالما هو رفض الحل الودي ورفض ان هو ياخد فلوسه على اقساط، يبقى انت استحمل، لان دي غلطتك. فانت هنا كاداره انك تتحاسب. لكن انك تتعامل مع اللعيب بطريقه ساذجه، بطريقه كلها قله ادب، انك تقعده يتمرن لوحده، انه تديله ميعاد تمرين فيجي التمرين ما يلاقيش اصلا زمايله، ولا اللي يجي يلاقي مدرب ولا ويلاقي الملعب فاضي. فدي قلة أدب. ده ما يدلش أبدا على إنك أكبر قلعة في مصر، لا، أنت أصغر قلعة في مصر، أنت أصغر، أنت كده. أنت خليت نادي الزمالك ده كده كبير كمان، ده أنت كده، أنت مش باين من كتر اللي أنت بتعمله. أنت كده مش إدارة محترفة، أنت كده كارثة. اتعامل مع اللعيبة باحتراف، اتعامل مع اللعيبة باحترام، عشان لما تيجي تفسخ عقد زي كده تلاقي اللعيب خلاص هو شاف منك احترام، شاف منك حاجات كويسة. زي الناحيه التانيه في اداره الاهلي مع يوسف ايمن، بص هناك في اداره الاهلي والتعامل مع اللعيبه عامل ازاي. فتلاقي لعيب زي يوسف ايمن وافق ان هو يخرج من القائمه عشان الاهلي يبدا ان هو يجيب صفقه جديده ليه اجنبي، وبدون اي مشاكل، وفسخ عقده وكله بالتراضي. ياخد فلوسه بقى ما ياخدش فلوسه، هو خلص الدنيا كلها بالتراضي. ده الاحترام المتبادل، احترمني عشان احترمك، لكن ما تحترمنيش قابل مني كل قلة الأدب. فأنت إدارة قليلة الأدب، أنت إدارة مش محترمة ولا محترفة. وأنت بتقولي كلام على نفسك إنك أكبر قلعة في مصر. لا، أنت مش أكبر قلعة في مصر، أنت أصغر حاجة في مصر. انا مش لاك ولا الكلام ده، انا اصلا كده كده مش ما كنتش مقتنع بالصفقه دي، لكن اللي جابه هو واحد بتاع سمساره، واحنا عارفين ان اداره الزمالك كلها ماشيه بالكلام ده. ولكن لعيب حلو لعيب وحش ايا كان، انت لازم تحترم اللعيبه زي ما انا قلت. ولكن صفقه مشلاك هي صفقه فاشله، كانت اداره فاشله هي اللي جايباه. استحملوا بقى او ما استحملوش، يعني للاسف ما فيش عقليه من الجمهور تحاسبكم. هي عقليه بتحب بوم طخ، وتسمع كلام كل اكبر قلعه واكبر مش عارف ايه والبيانات وتلقيح على النادي الاهلي، ومش مركزين ابدا في شغلنا. وكفايه بقى تلقيح لحد كده.